السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في إطار تحضيرات رمضان المبارك. فغادي نشارك معكم بعض التحضيرات اللي كنحضر أنا لهذا الشهر الكريم، اللي كتساعدني أنني نربح شوية د الوقت وشوية الجهد. بالنسبة لهاد التحضيرات فاختاروا منهم الأشياء اللي غادي تساعدكم نتوما على حسب الظروف ديالكم. فأنا شاركت معكم بعض من التحضيرات اللي غادي تساعدكم باش أنكم تربحوا شوية د الوقت، اللي بغى يقوم بالعبادات ديالو، كذلك اللي بغى بالنسبه للنساء العاملات اللي ما كيبقاش لهم الوقت والجهد باش يحضروا، باش ينسقوا بين الخدمه ديالهم وبين الواجبات ديالهم المنزليه. فبالنسبه للفيديو اللي فيه العجينه ديال البيتزا وكذلك العجينه ديال المخمار ولا صوص ديال البيتزا، فانا حطيته لكم على القناه، قسمت لكم هذا الفيديو على جوج باش ما يجيش طويل بزاف. وباقي التحضيرات غادي نحضرهم في هذا الفيديو ان شاء الله. خليكم معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا جميع المكونات اللي غادي نحتاجو وكذلك جميع التحضيرات اللي غادي نقوموا بهم. فكيف قلت لكم انا غنشارك معكم بعض التحضيرات اللي كنقوم بهم وكينفعوني في هذا الشهر. بالنسبه ليا فكناخذ شويه القزبر والمعدنوس بالزايد وكذلك الكرافس. هنا ما صورتوش لانني ما لقيتوش عند الخطار اللي كناخذ من عنده. كنقطعهم كينفعوني في الشهر الكريم. فهنايا خديت هنا تقريبا عندي ثلاثه الربطات من القزبر وثلاثه من المعدنوس. غسلتهم مزيان وغسلتهم بشويه ديال الخل والماء وخليتهم حتى تسقطروا مزيان. ودابا غادي ندوز باش نقطعهم. غنقطع، درت كل واحد بوحدو، يعني القزبر بوحدو المعدنوس بوحدو، وغنديرهم كذلك في بلاستيكات بوحدهم هكا باش ملي نبغي ناخذ الكميه من المعدنوس نلقاه بوحدو، بغيت القزبر كنلقاه بوحدو. هنا كيف كتشوفوا بعد ما كملت الكميه ديال القزبر كامله درتها في بلاستيكه وكتبت عليها قزبر باش نبقى عاقله. غادي نقطع المعدنوس بنفس الطريقه ونديرو في بلاستيكه. فهنا بالنسبه للافوكا فكناخذها كنمسحها مزيان بواحد المنديل وكندير كل وحده في السلوفان بوحدها اولا في الفيلم اليمونتير. بالنسبه انا كنستعمل غير وحده كتكفاني. بالنسبه اللي كيستعمل وحده ونص اولا جوج ونص، ممكن تقطعوا لافوكا على جوج وديروها في البلاستيكه، يعني تدوزوا عليها بالموس بهذا الشكل حتى تحسوا بها انها تقسمات وصافي تلوها في السلوفان هكاك ما تتاكسدش، يعني ما تيتغيرش اللون ديالها، وفي نفس الوقت كتبقى محافظه على المذاق ديالها. كديروها في المجمد الوقت اللي بغيتوها كتجبدوها تخليوها تطلق وتستعملوها مباشره. فكيف كتعرفوا لافوكا كيتضاعف الثمن ديالها في رمضان، داكشي علاش كناخذ كميه منها ونجمدها. وهنا بالنسبه للبرتقال اللي انا غنحتفظ به توا في المجمد. البرتقال كيكون متوفر في رمضان وكيكون متوفر في الايام في رمضان وبلا رمضان، يعني ماشي ضروري تقوموا به. انا كنحتفظ به في المجمد لان كيجيب الله واحد النهار بحال هكا كنسى انني ما نتقداش اولا كنسى انه خاصني، وحتى لاخر لحظه عاد كنتفكروا كيكون عندي واحد شويه في المجمد كنجبدو في اخر لحظه ونخدم به بين ما مشيت للاسواق باش نتقدى. بالنسبه للطريقه ديال التجميد ديالو فكنحاول انني نحيد منه القشور ديالو وكذلك نحيد حتى القشور البيضين، كنحيدهم مزيان نقيه مزيان. هذه هي احسن طريقه جربتها وصدقات ليا، يعني جربت انني نعصرو ما جاش زوين، وكذلك جربت انني نقطعو على جوج ونحتفظ به كيبقى شويه ما كيعجبنيش صراحه. هذه هي الطريقه الوحيده اللي عجبتني فيه. فغادي نقي الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه، يعني نحيد ليها القشره الخارجيه وكذلك نحيدو الخويطات اللي كيكونوا لداخل بيضين. وغادي نقطعو هنايا غناخذ كل برتقاله غادي نقطعها على جوج ونحاول نقطعها هنا مربعات اللي يكونوا صغار بزاف هكا باش ملي كتجبدوه ما كتسناوش انه يطلق، عاد طحنوه كطحنوه مباشره هو جامد، وفي نفس الوقت ما غاديش يخسر لكم الاله ديال العصير. وغادي نديرو هنا في بلاستيكات غذائيه
وغادي نحتفظ به على جنب. وبالنسبه للفلفله فانا عندي هنا تقريبا كيلو من الفلفله اللي قطعتها على جوج، غسلتها مزيان بالماء وشويه د الخل وقطعتها على جوج وحيدت ليها الزريعه، يعني نقيتها مزيان من الداخل كيف كتشوفوا. غادي نقطعها قطع صغار. فبالنسبه للفلفله فكيف كتعرفوا مؤخرا ولات كيرتفع الثمن ديالها بزاف في رمضان، كاينين المرات اللي كتوصل حتى ل 25 درهم. اللي كتبغي الفلفله في الحشوات وكيستخدمها بزاف في رمضان من الاحسن ياخذ واحد الكميه يقطعها ويديرها في المجمد. غادي نديرها في بلاستيكه نسدها مزيان ونحتفظ بها في المجمد الوقت اللي بغيتها كنجبدها ونستعملها مباشره، يعني ما تخليوهاش تطلق اولا ديكونجولا وهي كتستعملوها وهي مجمده. بالنسبه للحامض اولا السيترون فكيف كتعرفوا هذا وقته كيكون شويه رخيص الثمن ديالو في هذا الوقت، فانا غادي نحضر به المركز الحامض. كنحضروا دائما صراحه ماشي غير في رمضان، حتى بلا رمضان كنحضروا على حساب باش يدوز ليا الصيف. هكا كنتفادى انني نستهلك كيكون الحصير ديالو منعش يعني، وهكا كنتفاداو اننا نستهلكوا بزاف ديال المشروبات الغازيه اولا المناضه. فانا ديما كنحضروا. غادي نحضر هنا معكم غير 2 كيلو، انا غنزيد مازال كميه اخرى من بعد. فهنا عندي 2 كيلو ديال الحامض اللي غسلتها مزيان بالماء والخل، شويه د الخل. حكيت ليها مزيان القشره الخارجيه باش ما يبقاوش لينا دوك النقاط اللي كيكونوا في الحامض. وغادي نحك غير القشره الخارجيه، يعني نحاولوا نحكوا غير الصفر ديال الحامض، القشره الصفراء، ما نحكوش البيضه لانها كتعطينا المروره. فهنا بعد ما حكيت الكميه كامله اللي عندي دابا غنضيف ليه السكر. انا هنا استخدمت 2 كيلو ديال الحامض، فغنضيف لهم كيلو الا روب يعني 750 غرام من السنيده. ممكن تضيفوا حتى الكيلو ديال السنيده، يعني 2 كيلو ديال الحامض غديروا معاهم كيلو بين 750 غرام وبين كيلو على حسب الرغبه ديالكم. انا هنا ضفت غير كيلو الا روب يعني 750 غرام. غنخلط القشره مع السنيده مزيان هكا باش ما كيتكونوش لينا واحد التكتلات فيهم. ودابا غادي نعصر الحامض، غنعصر الكميه كامله وغادي نرجع لكم. فهنا كنعتذر لكم ما تصورش ليا المقطع اللي ضفت فيه العصير ديال الحامض على القشور. فبعد ما عصرت الكميه كامله ديال الحامض اللي عندي ضفتها على القشور اللي كنت خلطتهم مع السنيده، يعني خلطت العصير ديال الحامض مع القشور والسكر. وغادي نحتفظ بهم هنا في علبه، نبقى مره نحركهم باش تذوب لينا السنيده. فغادي نخليهم يباتوا هنا ليله كامله، يعني الا كان الجو بارد خليهم غير برا الثلاجه، كان الجو سخون ديرهم في الثلاجه وخليهم يباتوا ليله كامله باش تطلق لينا المذاق ديال القشور في العصير وينسجموا المكونات. فغادي نخليهم يباتوا ليله كامله ونرجع لكم باش نكملوا باقي التحضيرات. فهنا بعد ما دازت ليله كامله دابا غادي ندوز باش نطحن المركز ديال الحامض ديالي. غادي نطحنو كامل. فهنا بعد ما طحنت المركز ديال الحامض كامل صفيته بهاد الصفايه باش يتعزلوا لينا القشور بوحدهم ويبقى لينا غير المركز لتحت. وهذا هو المركز اللي تحصلنا عليه. فغادي نحتفظ به في علبه اللي تكون كتسد مزيان، يعني تغلقوها مزيان باش ما تشربش لينا الروائح ديال المجمد. نحتفظوا بها في المجمد فرا ما كتجمدش بزاف، يعني كتبقى شويه رطبه. الوقت اللي بغيناها كناخذوا معلقه كبيره كنديروها في كاس ديال العصير وكنعمروا عليها بالماء وكنتحصلوا على العصير اللي كيكون طبيعي ومنعش. ممكن كذلك تطحنوها مع يعني تاخذوا معلقه ولا 2 معالق تطحنوها مع باقي الفواكه الا كيعجبكم العصير ديال الحامض، الخليط ديال الحامض مع الفواكه الاخرى. غادي نحتفظ بها دابا في المجمد. وبالنسبه للقشور اللي كيبقاو لينا من السيترونات فانا غادي نديرهم في بلاستيكه
وغنحتفظ بهم في المجمد. كنستعملهم باش نسم الحلويات والتحليات، وكذلك كنسم بهم الكيكات، كيعطيو مذاق زوين للتحليات ديالنا. وهادو هما التحضيرات اللي حضرنا مع بعض الشهر الكريم. فكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى انني نكون فدتكم ولو غير شويه. رمضان مبارك على الجميع، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وكذلك الله يجعله شهر مغفره لنا وليكم ان شاء الله ولجميع الامه الاسلاميه. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه نال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج، وكذلك اشتركوا في القناه بالنسبه لي ما مشتركينش. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.